المسوي. إذا مشاهدينا، باسمي واسم برنامجنا نعزي عوائل وضحايا حادث الهارثة اللي صار في مدينة البصرة، والأطفال طلاب المدارس اللي ارتقوا إلى جنات الله رب العالمين، وقلوبنا مع ذويهم. هسه أنا ما أعرف يعني الملابسات الحادث وأبو التريلة وش اللي صار. احنا نقول إذا كان هذا حادث عرضي إنه خلل ميكانيكي خلل فني، فهي مصيبة، يعني هاي مصيبة وهي بها تبعات قانونية وعشائرية. أما إذا كان حادث بسبب الاستهتار فلا والله نطالب بإنزال أقصى العقوبات، أقصى العقوبات إذا كان الحوادث بسبب الاستهتار. هنا هذا أتكلم بصورة عامة، يعني لأن قلت لكم يعني ملابسات الحادث ما عندي معلومات ملابسات الحادث شلون صارت يعني، والتريلر شنو ظرفه يعني. هنا اذا عندنا مشكله، فالمشكله مرات تنبع منها حلول. يعني هذه الاطفال اللي راحوا هاي الضحيه، المفروض احنا عندنا حلول، اكو حلول بسيطه نقدر في الايام القادمه نمنع مثل هكذا حوادث. مثلا انشاء جسور للمشاة على المدارس الموجوده على الشوارع العامه. احنا ما عندنا كثير مدارس موجوده على الشوارع العامه، قله ننشأ عليها جسور مشاة، وهذا الجسر مشاة ما راح يكلف شيء، وبالتالي نمنع مثل هكذا حوادث. هذا واحد. اثنين، جميع المدارس المفروض او ننشئ عليها مطبات صناعيه. كل المدارس، حتى المدارس الموجوده في مناطقنا الفرعيه والشوارع الفرعيه، المفروض تكون هناك عليها مطبات صناعيه في سبيل نمنع اي عمليه استهتار او اي حادث تصير. لو مطب صناعي ابو توك توك ابو سياره ابو الخط قبال المدرسه راح يضطر يتوقف ويمشي بصوره يعني بصوره هادئه، بصوره عامه. ما عندنا شيء نقدر نقوله يعني قلوبنا مع ذوي الضحايا، واللهم يدغم، واكيد هم في جنات النعيم، هم اطفال راحوا، ولا نعرف شنو الظرف اللي صار به الحادث هذا الانسان. بس احنا قلنا اذا كان حادث عرضي فهي مصيبه، واذا كان استهتار لا سامح الله فاحنا والله نشد على ايدي الجهات المختصه بانه تنزل اقصى العقوبات بحق اي انسان يستهتر بارواح الناس.